كان يا مكان حتى كان الله في كل مكان. كان الأحبق والسوسان فحجر النبي العدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. كانت العرجة تنقز الحيطان، والعورة تخيط الكتان، والطرشة تجيب الخبر في مكان. وكانت العرسة توكل القبيلة وتزيد الجيران. قال لك يا سيادي، في واحد القبيلة بعيدة جات ما بين المروج الخضراء والجبال العالية. كانوا ناسها ناس جود وكرم، كلهم نشاط واجتهاد. مع كيأد الفجر كلهم كينوضوا يصليوا صلاتهم ويتوكلوا على الله. كل واحد كيقصد شغله. الرجال كيقصدوا الحقول يحرثوها ويغرسوها، والنساء كيقضيو شغلهم في ديورهم، يحلبوا ويكنسوا ويطيبوا ويخبزوا. والصغار خلاص مين كيفيقوا وهما يجريوا ويلعبوا بين دروب وطرقان القبيلة. وكيف كيقول المثل، حتى زين ما خطاطو لولا. كان ساكن في هاد القبيلة سي سليمان. كان حتى هو فلاح، وحتى هو كل صباح على النبوري ينزل لبحيرته يغرس ويسقي ويجني. السي سليمان كانوا فيه شي فعايل وشي تحرميات الله يهديه وخلاص، لكن بحلاوة لسانه كان كل شي كيبغيه، وديما كان مسلك راسو، واخا كان كيديرها شي بعض المرات قد راسو. المهم يا سيادي، السي سليمان فين ما كان كيكون قاصد الجنان ديالو على الصباح كيدوز على دار جارو داود اليهودي، اللي كانوا عنده شي كرمة الكرموس غصانهم مدليين برا سور دارو. وتبارك الله من كيكون وقت الكرموس كيكونوا متقلين خيرات. السي سليمان بلا فرانات كيبدا غير يقطف وياكل في الكرموس حتى يعمر كرشو ويشبع ويكمل طريقه بحال ما وقع والو، وبحال كان كياكل غير رزقو. داود اليهودي عيا صبر وكيقول دابا يحشم، دابا يفهم راسو، سهل حياة لمن تنادي. خمم حتى خمم وقرر يعلم السي سليمان درس اللي عمره ينساه. وفي واحد النهار مشى عنده البحيرة وقال له: السلام عليكم الشي سليمان، كيف داير وكيف داير الصحة والوليدات؟ رد عليه السي سليمان وقال له: نحمد الله ونشكروه. وانت السي داود كيف داير؟ الصحة لاباس؟ الوليدات موالين الدار بخير؟ جاوبوا داود وقال له: الحمد لله. وكمل كلامه وقال له: هاد الليلة الشي سليمان داير الجردة في الدار وراني عارض عليك، وعندك تمشي ما تجيش. سليمان فرح وضحك حتى درست العقل بانت له، وقال له: الله ودي على ما نجيش، نصلي العشاء وانا معاك. كاين اللي كيقول للزردة لا. داود حرك راسو عجبو الحال وقال له: السلام عليكم الشي سليمان، خليت لك الراحة هاد الساعة. ومشى بحالو. ومن عشات العشية وغربت الشمس وأذنت المغرب، ومن وراها العشاء صلى سليمان صلاته وقصد دار جارو اليهودي، وهو كيتخيل الحمل ميدم بين دراسو وهو كيتبننو. سي داود رحب بالسي سليمان ودخلوا المجلس الضياف، وبعد الترحاب والصواب نزلت الوليمة فوق الطبلة. قصرية عامرة اللحم، ريحته كتنزل الريوق. سليمان مد يدو للقصرية وغير حط ضغمة في فمو، حس به ميدم كتر من القياس، وسول جارو وقال له: سي داود، الحم اش هاد الخير؟ قال له داود: الحم الحلوف. السي سليمان تعصب وعقد حجبان وقال له: ايا كنت عارف الحم الحلوف حرام؟ رد عليه داود اليهودي وقال له: حتى ماكلة الكرموش بلا خبر مالي حرام، يا كرموشو يا حلوفو بحال بحال بجوجهم حرام. سليمان تكمش وحن الراس وحسب خطاويه بالزربة قاصد دارو، وهو حشمان من فعايلو. وهذه هي حكاية المثل الشعبي المغربي يا حلوفو يا كرموسو. ومشات حكايتي من واد لواد
يحكيها الجداد للصبيان والحفاد، وبقيت أنا مع الناس الجواد. والسلام عليكم.